تيوبوتيتي كاع الناس اللي كيعرفوا اسماعيل. اليوم جبت لكم واحد الفيديو غريب الاطوار شويه. اليوم جبت لكم واحد كتاب او شخصيه المعروف عالميا. هذا الكتاب بزاف الناس ما قراوهش، ولكن بزاف الناس سمعوا سميتو. شنو هو الكتاب هذا؟ الكتاب المميت او المستمر او العالي الجوده في عالم الماورائيات والعالم السحر، اللي هو كتاب انتي خريستوس. هذا الكتاب هذا اول حاجه الانتي خريستوس روايه اللي كتكلم على بزاف ديال الحوايج او الظواهر الغامضه، واللي كتقول في الغلاف ديالها ما وراء ان كان لديك عاده بشريه سخيفه تحب ان تقرا تلك السطور قليله خلف كل روايه ثم تقرر لو كنت ستاخذها معك او تتركها على الرف. انا لا تهمني رغباتك البشريه. يعني الكتاب ماشي كيرغم عليك انك تقراه، ولكن كيعطيك بعض السطور انك كيخليك تقراه. يقول لك ما كتهمنيش رغباتك البشريه، هذه ولا يهمني لو اخذت الروايه او تركتها. كما قلت لكم هو ما كيهموش انك تقراها ولا ما تقراهاش، ما كيرغمش عليك، لكن طالما انت هنا فمن واجبي ان انقل لك رساله هامه. تذكر دائما ايها البشري ان انتي خريستوس ليس هو ربك، مهما رايته يموت اناس ثم يحييه، حتى وان رايته يشير الى السماء فتمطر ويشير الى الارض فتنبت. تذكر دائما ان انتي خريستوس ليس هو ربك. هذا الكتاب كما كنقول اخوتي، هذا الكتاب اللي هو واحد الشخصيه ديال العفاريت او اللي كيقول الحاجه مثلا كيمثل راسو بيسوع. هذا الكتاب كيهضر على اليسوع. انتي خريستوس احمد، الدكتور احمد علي. انتي خريستوس روايه للكاتب الدكتور احمد خالد المصطفى. فاش كنحلوا الكتاب وكنتمنى ان الناس ما تقراش، كنتمنى ان الناس ما تقطوش فيه ديال بحال هكا. مثلا حب الاستطلاع فينا، ما يمكنش انك تكتب كتاب حيت هذا ماشي كتاب عادي. فاش كتحل الكتاب كتلقى الطبعه الاولى اللي سميتها انتي خريستوس روايه الدكتور احمد كما شفتوا اخوتي. باش كتفتح كتلقى الاهداء وكتلقى الكاتب وكتلقى المؤلف الصفحه اللي موراها، والاهداء الى اخي الصغير محمود الذي رحل للقاء ربه في السادسه